يدير فورا ديالهم. قال لي تنهنيك على هذا العمل الجبار اللي قمتي مع سعاد، انك بسببك وبسبب اكتشفنا بانه خصنا نحاربوا هذا البيدوفيل ان شاء الله. اذا كون ما كاينش خوها يوسف الزروالي اللي غادي يساند غادي والله ما ديرها سعاد. دابا راه طلعنا قسما بالله ب5 ديال الدرجات الحمد لله. كان يستغل سعاد ولونتوراج ديال سعاد فاش باش يخرج ويبدا يسرب ما يوجد في الملف. وراه كاين عندي ادله على هذا الشيء. راه خرج الملف الاول ديال زنا المحارم. زنا المحارم. مني واحد المره صافي طغيت عام، وانا اللي كنصرف على هذا الشيء هذا كامل عام، وانا كنصرف على راسي. ومني انا واحد المره صافي انفجرت والله يسر، بقيت نتف راسي حتى ما لقيتش باش نخلص. قال لي نوقف معاك، قال لي غنساعدك غنعاونك. يعني انا كنعرف فين، يعني كيعرف هذا الشيء، يعني الشكايات كيعرف كنعرف هذا الشيء الشكايات كنعرف. انا ما تنعرف حتى حاجه. حنايا درنا واحد الخطه انا والاخت حنان بارورama. وضع لك الشكايه علاش عطيت 3 مليون؟ ما عطيتهالوش اسبيس ضربه وحده. في اول نهار عطيتو 70,000 ريال، من بعدها عطيتو شي حاجه اخرى، من بعدها عطيتو شي طريف واحد اخر، كملت تقريبا 1,000,000. ولكن من بعد عطيتو 2 المليون في دقه واحده. هذيك فلوس هذيك الشكايه الوحيده اللي خدمتي ماشي شوفي دابا انا ما كنفهمش. قال لي غنوقف معاك، انا حسابني صافي ديك الشكايه وبس، ما كنعرفش انا حسابني انا ما عارفاش القانون، كنحسبني غير ديك الشكايه وصافي. ما كنعرفش بان ديري شكايه وديك الشكايه عيطبنا عليها ملف، وداك الملف غادي تجيب ملفات، وديك الملفات تولدوا الوليدات. ما كنعرفش كان هذاك هو المبلغ الوحيد اللي خدمنا عندك. لا هذاك هو المبلغ الواحد، ما كذبش على الله، هذاك هو المبلغ الواحد اللي خدمنا. عمرو ساعدك هو دار لايفات عليا، دار لايفات لمده 2 لايفات، فيديوهات، مظاهرات، ما خلى ما دار. حنايا درنا واحد الخطه انا والاخت حنان بارورama. واش عمرو ساعدك ماديا؟ لا خلي. مني واحد المره صافي طغيت عام، وانا اللي كنصرف على هذا الشيء هذا كامل عام، وانا كنصرف على راسي. ومني انا واحد المره صافي انفجرت والله يسر، بقيت نتف راسي حتى ما لقيتش باش نخلص. ما لقيت باش نخلص. ساعدني ب1,500,000. الناس عطاوه 1,060,000، جمعها في واحد اللايف، وهو 40,000 ريال من عنده، هي 1,500,000 وجابها ليا باش نستمر. بعد ما لقينا هذاك المغتصب الطفله ايه في وسط منزل هاد البنات، اللي البنات ما تيعيشوش مع الام، اخت حنان خرجات وقالت بانه تنطلب خويا يوسف الزروالي يدير الشكايه. انا جاوبتها قلت لها مرحبا. وراه هو انا تجي عندي تقول لي هو، تنقول لها هو. ليش دخلت عند الضابط قالت له هو، قلت له قول هو، قال له هو. يبعث بالله ولا هلا والله الا مدمرين وحق الله. صافي بغيت تشوفنا مدمرين ديال بصح، ما كناش الناس ما تنسوش. يبعد منا خويا زروالي بزاف اخويا، عييت كنعاني بسببك، كنعاني بسببك. اول شيء بعدا غادي نوضحوه، هو نهار يتلاقى معاها بصيفته جمعوي، الجمعيه الملكيه، ما عرفت بحال ما كون مسمي واحد الجمعيه. دخلتي قلتي لي غادي ديري لي طلب ديال المؤازره وديال ديال 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 المسانده وما الى غير ذلك. فعلا وافقات ليه، سينات ليه. السيده ما قارياش، ما عارفه والو، ما سولاتش، ما قلبت ديك الساعه لا على محاميه، لا ما سولاتش. عرفها براه مكفي عليها القفه، جابها وكلمها. ما كانش الاستاذه مازال ما جاتش. لا حنا ما قلناش لك الاستاذه، هضروا الاستاذه غير ملي خدا الملف ديالها قال لها ودي ديري لي الطلب ديال المؤازره وسيني لي عليه وكذا. مشى هو جاب هذاك الطلب ديال المؤازره كذا، سينات ليه المسائل كذا الى اخره. ويلا باش ندير لك شكايه ديال جزيره المحل. اسمح لي غنقاطعك استاذ، شنو اللي خلاك انت كنتي انت وياه سامع العسل؟ كيفاش شكون اللي خلاك؟ شنو زعما كاين اللي خلاك تقلبي انت على هذا السي هذا؟
خاصني نشمي. كيفاش نقلب؟ كنتي مزيان، ولا قلب علينا؟ قلت لك كنتي مزيانه معاه. انا عاقله انا كان كيأزرك. لا ولكن هو اللي قلب علينا باش دخل في القضيه ديالنا. ما فهمتيني شنو اللي خلاك انك تقلبي انت وياه؟ ما بقاتش عندكم علاقه مزيانه انت وياه. وهو ملي كيخرج لا خليني انا نجي عندك الاستاذ، انا ناخذ من عندها ونجاوبو ونجي عندك انت. هو ما بقاش كيساندني، ما داكشي اللي كان كيقول لي غير كذوب. يعني الوعود اللي كان كيعطيك ما حتى حاجه ما كاينه. واحد النهار خرج كيقول لي انت حريب الزربه، حيت انا نفسي صافي تما سديت الباب معاه، ما بقاش كنهضر. دونك اليوم غادي نكملوا نتكلموا على هذه القضيه ديال هي وبنتها، باش ما ندويوش على واحد. راه هذا علاقه ببنتها، راه هذا حنا الملف كيفاش بدا، راه هذا هو هذا هو الشرط. دابا ملف العقوق بلاتي يا استاذ انتم سعاد، جيتوا اليوم من اجل انكم ديروا الصلح. حنا دابا خصنا نبداو بعدا منين بدا هذا الشيء، راه بدا بهذا الاشكال هذا. احنا شوف انا لا استغل القناه من اجل ان نوصل هذا الميساج، وانما استغل الملف من اجل توعيه. ردوا البال، اتونسيون، الجمعويه ما كيتخلصوش، ما كاينش جمعوي كيتخلص، لا عنده المنفعه العامه ولا ما عندوش. وهذا السيد هذا عنده المنفعه العامه، راه ما عندوش. انا نجزم على انه ما عندوش حتى الوصل النهائي، على انه جمعيه. تخيلي معايا انت ان يوتيوبر ماشي صحفي، محسن صحفي راه بحكم المهنه راه ما يقدرش يديرها. شديتي الخبره وكتقرا فيها، الخبره كتقرا فيها اون ديتاي. منين جاتك اصلا الخبره؟ حنا تواصلنا مع سعاد وقلبنا وبغشنا، هي بنفسها ما عندهاش خبره، ما خداتهاش. منين جاتو الخبره؟ كيفاش وصلاتو الخبره؟ بقدره قادر. شنو هو؟ ما عندكش الخبره؟ ماشي انت اللي عطيتيها لي. لا انا اصلا ما عنديش هكا ورقه هكا ديال الخبره، ما عندي. ما غتعرفش. واخا دابا هذا الملف راه مشى وتحكم به براءه الشخص المدان، نتكلموا. انا لا فاطمه الزهراء دابا مربط الطرف اليوم كندويو على وصلنا ملف العقوق. ها هي حتى كانت عندي الورقه د الخبره. واش انا نخرج على بنتي نقول داك الشيء بالسنتيم وبالدليل وبالبرهان وبالدقيقه والفاصله؟ ما نقدرش. قلت لها شهرتي بيا، شوهتي بيا. كتصحاب ان هي اللي سربات اللي سرب هذا الشيء هو الجمعاوي، المدعي على انه جمعاوي. حاشا لله واش يكون جمعاوي، وهو يوتيوبر وهو راه معروف وراه الناس قمقم وانا نفهم. هو اسباب هذا الصداع. لهذا انا بغيت يسرى تعاود تفرج في داك الشيء وتقارن وتشوف. ما راه لا علاقه لها بالتشهير بها، لا علاقه لها بفضيحتها، لا علاقه لها اي حركه دعوه. اما عارف كفيه على القفه. واخا شنو الدور ديالكم اليوم في قضيه؟ حنا الدور ديالنا درسنا الملف من جميع جوانب، ارتئينا لان احسن وسيله لم الشمل ولم هذا الملف، هذا الشتات هذا ما يبقاش، وهو ان الام تصالح مع الابنه والابنه تقبل الصلح ويتجمعوا ويصبنوا صابونهم. اذا انتم اليوم غتسعوا للصلح ان شاء الله. حنا هذا هو الملف ديالنا. الملف ديالنا سميتو ملف الصلح وليس ملف قضائي مثلا. هو واخا يدخل القضاء ولكن كيبقى هو داخل القضاء، كيبقى دائما حنا كنقلبوا على الصلح. الاستاذه سمير البقالي حنا كيحكم القضاء بداك الشيء اللي يحكم به. حنا بطبيعه الحال ما كان لا تعقيب على الاحكام القضائيه. المهم هو ان سعاد صالح مع البنت ديالها. كلمه اخيره لك سعاد. حتى واحد ما تيكره يتجمع مع وليداتو كاملين، والله يهدي النفوس والله يفكها على خير. امين يا ربي امين. ياك اختي، اولا شكون خرج الاخبار في الاول؟ شكون؟ حنا درنا النداء التواصل الاجتماعي. انا ماشي دابا وحده كتتهدد واحد بالقتل ولا وحده بالقتل في مواقع التواصل الاجتماعي. راه داكشي كيتخاد بعين الاعتبار. هذوك الفيديوهات راه تفرغ، وهذيك الفيديوهات كتقدم امام القضاء. ما تبقاوش تقولوا تجي غدا تبكي وانا راني اميه وانا راني ما قارياش وراني ما فاهماش القانون. هذه هضره خاويه. اللي ما فاهمش القانون يمشي يزم فمو. ما كايناش شي حاجه نبقى نسب في القضاء ونسب في الامن ونسب في الناس وفي الاعراض ونجيو نبداو نقولوا حق انا ما قارياش القانون سمحوا لي انايا. وفي المحامون وفي اللي ناضي بدا يغسل يدو وفي الاجهزه وفي المنظمات وفي الناس راه التخربيق. راه كاين القانون ديال التشريع. انا قلت خذوا لي حقي.